جاريث بيل هرب وبعد ما هرب يا جماعة لم يعد من الأساس. أهلا بيكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعايز النهاردة قبل ما نخوض بقى في الأخبار والمباريات والكلام ده لازم أتوقف مع خبر النهاردة يا جماعة كان سريع وصادم جدا لناس كتيرة، وهو اعتزال اللاعب صاحب ال 33 عام اللي مسيرته تقريبا منتهية بقى لها 5 سنين بالأساس على مستوى الأندية، وهو جاريث بيل لاعب نادي توتنهام ونادي ريال مدريد السابق اللي أعلن النهاردة بشكل مفاجئ من خلال ناديه الأمريكي لوس أنجلوس اف سي اعتزاله نهائيا عالم كرة القدم. ويبدو كده ان اللاعب اللي تعب الملايين معاه وتعبهم استغراب من مسيرته الغريبة دي النهارده قرر ينهي جدل مسيرته بعد ما خاض بطولة كأس العالم الأخيرة مع منتخب ويلز في بطولة كأس العالم قطر 2022، وبرده لم يشأ ان هو يخلص البطولة غير بإثارة الجدل بحاجة كده من طرائف بطولة كأس العالم بعد ما كان بيلعب مع ويلز وسجل هدف في المنتخب الأمريكي، فيقوم نادي الأمريكي نزل بوست باحتفال الهدف اللي هو سجله في مرمى المنتخب الامريكي، اللي هو يا ابني انت جاي بتشجع مين؟ نيجيريا طبعا. جاريث بيل مسيره عظيمه، 5 دوري ابطال اوروبا، 4 كاس العالم للانديه، ولكن على الرغم من كده يا جماعه مشاكل كتيره جدا على مدار سنينه اللي فاتت، سواء مع جمهور ريال مدريد اللي شافه لاعب مستهتر، استفزازه لجماهير ريال مدريد ونشر الصور وهو بيلعب جولف، وكيل اعماله بيقول ان هو استكفى وعنده فلوس تكفيه لبقيه حياته، لاعب عقليته اثبتت ان اللاعب اللي كان الناس كتير جدا شايفه فيه خليفه كريستيانو رونالدو، لكن للاسف كان نسخه غبيه جدا جدا. جاريث بيل يعتزل، ونسيبنا من جاريث بيل ونبدا من حيث ما توقفنا امبارح، وبرشلونه يا جماعه يعتلي صداره لا ليجا ويتصدر بفارق 3 نقاط عن نادي ريال مدريد بعد فوز مفاجئ جدا امبارح على نادي اتلتيكو مدريد بنتيجه 1-0. عايز تسالني عن سر الفوز؟ هقول لك في واحده من امتع ماتشات بصراحه لا ليجا على مدار الجولات اللي فاتت، مباراه كانت متقلبه تماما، اتلتيكو هو اللي كان بيهاجم وبرشلونه هو اللي كان بيدافع، لكن كلمه السر اولا تالق تير شتيجن اللي شال مجموعه من الفرص في مباراه امبارح، فرص كانت كبيره جدا، لكن الراجل زرع شعره كده وفوق وروق معانا. لكن سبب الفوز الحقيقي بصراحه يا جماعه بدري امبارح بيقدم واحده من اللقطات اللامعه في عالم كره القدم، حاجه كده هنفتكرها له بعد سنين زي اللقطات اللي بنفتكرها لليونيل ميسي وقت ما كان بيغرب الملعب المنافس وهو كان مع فريق برشلونه بيعدي 1 و2 و3. بدري امبارح بصراحه عمل بري اسيست عالمي بعد ما لم 5 لعيبه من فريق اتلتيكو مدريد لعب الكره لجافي عثمان ديمبلي يسجل الهدف في مفارقه واحصائيه ممتازه جدا لبرشلونه امبارح، انه سدد تسديدتين فقط على الجون، واحده منهم احرز بيها الهدف اللي حسم بيه المباراه في نجاعه هجوميه ممتازه. وكل ده في ايه يا جماعه؟ في غياب ليفاندوفسكي، ويتصدر برشلونه برصيد 41 نقطه وريال مدريد برصيد 38 نقطه، وكل ده في غياب هدافهم الاول وشخصيه البطل. يا سلام على البطل بتظهر مع برشلونه على مدار الجولات اللي جايه. وخلوا بالكم يا جماعه في مشكله كبيره جدا هتواجه فريق ريال مدريد على مدار الجولتين الجايين، يعني نادي برشلونه هيلاعب الجولتين الجايين ختافي وجيرونا، الفرق اللي موجوده في المنتصف الاخير من الجدول، في النص الاخير من الجدول. انما ريال مدريد هيلعب بقى قدام مين يا جماعه؟ هيخرج عشان يقابل اتلتيكو بيلباو على ارضه وسط جماهيره، وبعد كده هيواجه نادي فريق ريال سوسيداد اللي دايما ماتشاته مع نادي ريال مدريد بتبقى صعبه وعنيفه جدا. ايه توقعاتكم نتائج الجوله الجايه؟ هل برشلونه هيحافظ على الصداره؟ اكتبوا لي في التعليقات. لكن نتوقف بقى مع الخبر الاهم النهارده يا جماعه. لو كان من سنه كده جيت لحد قلت له ميسي هيسيب برشلونه ويروح نادي باريس سان جيرمان هيقول لك يا عم انت مجنون. طيب الخبر ده حصل وتحقق بالفعل. لو جيت قلت لحد تاني رونالدو هيسيب الفرقه الاوروبيه عامه وينتقل للنصر السعودي هيقول لك لا بقى ده انت راحت منك على الاخر، وده حصل يا جماعه. المفاجاه الكبيره وبعد الثوره الكبيره جدا لجماهير نادي الهلال وتسريب صور لتيشيرت ميسي في متجر الهلال رسميا واللي محدش صدقها وقال لك دي اخبار غير صحيحه، الاخبار يا جماعه ابتدت تاكد على مدار الساعات اللي فاتت ان في عرض ضخم جدا من نادي الهلال ليونيل ميسي. انتوا متخيلين يا جماعه ان رونالدو راح لنادي النصر السعودي لمده سنتين بما يقارب النص مليار يورو؟ نص مليون مين؟ طيب تخيل بقى، يعني عايزك تسرح بخيالك كده وتفكر عرض ميسي ممكن يكون كام يا جماعه؟ 200 مليون، 250، 300 مليون. نادي الهلال يا جماعه والاخبار الاكيده من داخل المملكه وتلبيه لرغبات نادي الهلال السعودي وجماهيره مقدم عرض لمده 3 سنين قيمه السنه الواحده 400 مليون يورو، يعني اعلى وضعف الراتب اللي بيحصل عليه كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي. لا حول ولا قوه الا بالله. مش سايبه في حاله حتى في الدوري السعودي يا جماعه. الفكره كلها ان نادي باريس سان جيرمان قلقان جدا من خطوه ميسي القادمه اللي بعد ما رجع من كاس العالم مفيش اي اخبار عن التجديد بتاعه لغايه
لغايه دلوقتي، وعقده هينتهي في شهر 6 2023. ولما اتسال اكتر من مره عن موضوع التجديد بتاعه قال لك انا دلوقتي مركز في بطوله دوري ابطال اوروبا، عايز اخد البطوله دي وعايز اتوج مسيرتي بلقب دوري ابطال اوروبا جديد يحسب لي الكره الذهبيه. حين ان ليونيل ميسي بيماطل مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، هل ممكن يرفض العرض ده اللي ممكن يكون اضعاف ما تقاضاه غريمه في الدوري السعودي؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات. بعد مفاجاه رونالدو والنصر شايفين ممكن تحصل مفاجاه ميسي والهلال ولا لا؟ مستني رايكم في التعليقات. وبس دي كل النقط والاخبار اللي حبينا نذكرها في حلقه النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو ما اشتركتوش معانا في القناه يلا انزلوا اشتركوا. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. واشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله تعالى. شكرا لكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.